عايزيني برضو اكتب قايمه وانا هجهز الشقه كلها. انا رحت اتقدمت البنت وقلت لاهلها ان انا عندي شقه بجهزها وقربت اخلصها، وانا متحمل كل حاجه في الشقه حرفيا، عايزها تيجي بشنطه هدومها بس، وهم مش موافقين، عايزين يجهزوا برضو معايا ويكتبوا قايمه. طب يا جماعه انا هجهز الشقه وهدفع مهر وماشي زي الدين ما بيقول، انا حالتي الماديه كويسه وسالوا عليا وعرفوا كده، ولكن برضو مصممين على قايمه. يقول لي حق البنت. ايوه حقها ازاي وانا متكفل بكل حاجه؟ ولو انت مخون ان اطلقها ليه موافق عليا اصلا؟ ما من الاول طالما ما فيش ثقه يبقى خلاص. ما بقتش فاهم ومش عارف اعمل ايه. اقول لك على حاجه، سيبك من رايي، هو فعلا حد يرد عليه؟ ايه الفكره في ان واحد هياخد بنتك بشنطه هدوم ومش عايز منك حاجه، تقوم انت بقى ازاي يا جدع هدفع؟ يعني هدفع وهتمضي على قايمه؟ انا هتمضي على قايمه. لو انت عايز توجب مع بنتك وبدل ما تدفع لها فلوس في الجهاز، طالما الراجل هيشيل كل حاجه، حط لها فلوس في البنك، اشتري لها دهب. اما ليه تكتب قايمه وما اعرفش ايه؟ ما هو الراجل هيجهز كل حاجه. انت يا صاحبي عداك العيب وازح، وطالما انت عملت اللي عليك واللي قدامك برضه منشف دماغه على اساس بقى ان هو ناصح وبيحافظ على بيته، يبقى ما تكملش وهتلاقي اللي يوافق باللي انت عايزه. قول لي بقى رايك في التعليقات، المفروض هو يعمل ايه؟ ولو عندك اي سؤال او مشكله عايزنا نناقشها مع بعض، ابعت لي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في البايو. سلام.